مرة تانية مساء الخير لكل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف. تحياتي لكم جميعا، وصل مساءكم. طبعا فتحنا شوي متأخر اليوم، بس ما في مشكلة، رح نقدر شوي نتحدث ببعض المواضيع الهامة للغاية. طبعا مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا باراك يزور إسرائيل وجلس مع نتنياهو، وكان بطلب خاص من إسرائيل أنه يذهب آه إلى إسرائيل. طيب شو بيصير بالكواليس، شو ما بيصير بالكواليس، هذا رح نتحدث عنه بعد شوي. طبعا السفير الولايات المتحدة في أنقرة باراك، وسفير السابق طبعا صار مبعوث الولايات المتحدة أو الرئيس ترامب إلى سوريا، عمل مقابلة مع قناة ان تي في التركية. عمل مقابلة قبل ما إلى إسرائيل وعرضوا هاي القناة. بدنا نقرأ شوي منها، من المقابلة، مقتطفات منها، وبعدين ندخل بالمواضيع السياسية المتعلقة بزيارته إلى إسرائيل. سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أنقرة باراك ترامب وصل إلى حد نفاذ صبره. يقول على قناة ان تي في التركية أن ترامب وصل إلى حد نفاذ صبره. أجرى توم باراك سفير الولايات المتحدة في أنقرة والمبعوث الخاص لسوريا أول مقابلة له مع مراسل الدبلوماسية في قناة ان تي في ديزني كليس أوغلو. تناول باراك في اللقاء الحرب الروسية الأوكرانية ومذبحة غزة والعلاقات التركية الأمريكية. يقول طبعا هذا ملخص للحديث اللي حصل على القناة كلياته، أكبر فرصة في حياتي. هو يقول عن نفسه: لقد أخبرت بأن لقد أخبرت بأن عائلتك قدمت من لبنان الذي كان تحت حكم الإمبراطورية العثمانية للولايات المتحدة الأمريكية، يعني هو أساسا لبناني الأصل. كيف تشعر بعودتك إلى جذورك؟ قصتي في الأساس هي قصة مهاجرين أمريكيين. سر نجاحاتي يعود إلى أمرين: الحرية الأمريكية، أي القدرة على بناء شيء من الصفر، وهذا يتضافر مع الحمض النووي العثماني الرائع الذي أملكه. هذا باراك بيقول. ما يمنحك حدسا ثقافيا خاصا. أنا من عائلة متواضعة، والعودة إلى المنطقة التي أتيت منها والعمل في مواقع دبلوماسية في تركيا هي أكبر فرصة في حياتي. عندما قابلت هذا العمل ظن البعض أنني فعلت ذلك لأسباب تتعلق بزراعة الشعر فقط، عملية زرع شعر. الرئيس ترامب يختلف عن الرؤساء السابقين في رؤيته، فهو يرى تركيا كشريك حليف كبير في الناتو، ولكن أكثر من ذلك تركيا تلعب دورا إقليميا مهما جدا في الحرب الروسية والأوكرانية، وهناك علاقة جيدة جدا بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب. تركيا تلعب دورا حاسما. يتحدث حول محادثات روسيا وأوكرانيا. الجميع يركز على اسطنبول. كان هناك هجوم كبير بطائرات دون طيار. هل أنت متفائل؟ يسأل الصحفي. نعم، أعتقد أن تركيا تلعب دورا حاسما. كل هذه الحروب العبثية كارثة علينا جميعا. تركيا لديها تعاون تقليدي مع كل من روسيا وأوكرانيا، وهذا يسمح لها بإنشاء حوار مهم. ترامب حاول الضغط على بوتين، لكن النتائج لم تكن كما يريد. تركيا اقترحت عقد اجتماع رباعي، ويبدو أن بوتين لا يريد التواصل لاتفاق مع زيلينسكي بل مع ترامب. لا يمكنني التحدث نيابة عن ترامب، هو يقول، لكن الاجتماع يجب أن يكون ذا نتائج فعالة مع ضمانات أمنية. تركيا يمكنها المساعدة في تضييق النقاط التي نحتاج لحلها. ترامب لم يعد صبورا، وهو ليس شخصا صبورا كثيرا، وإذا تدخلت تركيا وحلت المشكلة التشغيلية قد يكون هناك قمة مهمة بين القادة، ويمكننا حل هذه المسائل جميعا. سياسة سوريا لن تشبه سياسة 100 عام الماضية. يقول: ما هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا؟ هل ستنسحبون لأن ترامب أدلى بمثل هذه التصريحات؟ أؤكد لك أن سياستنا الحالية تجاه سوريا لن تشبه سياسة 100 عام الفائتة أو الماضية، لأن تلك السياسة لم تنجح أبدا. هو يتحدث عن 100 عام سابق. طيب الولايات المتحدة الأمريكية شو كان لها بسوريا قبل 100 عام؟ شو كان للولايات المتحدة الأمريكية قبل 100 عام؟ ولا هذا التصريح.
ليس غريب يعني على الناس. طبعا الولايات المتحدة هي وريث بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية هي وريثة بريطانيا العظمى. فعندما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية عن 100 عام فهي تتحدث عن إرث بريطانيا في المنطقة كلها واتفاقية سايكس-بيكو. يقول: أؤكد لك أن سياستنا الحالية تجاه سوريا لن تشبه سياسة 100 عام الماضية، يعني راح تكون مختلفة لأن تلك السياسات لم تنجح أبدا. يقول المذيع: متى تعتقد أن الولايات المتحدة ستقول لم نعد بحاجة إلى وحدات حماية الشعب؟ هذا كل هاجس الأتراك والإعلاميين الأتراك، كلما التقوا بأمريكيين هذا السؤال دائما الذي يطرح: إمتى راح تنسحبوا من سوريا؟ ومتى ستتوقفون عن دعم وحدات حماية الشعب الكردية يا بكي ويا بكي أو قسد؟ هذا دائما السؤال اللي يطرح لأي دبلوماسي أمريكي. الدعم المقدم لقوات سوريا الديمقراطية هو دعم لحليف، يقول السفير الأمريكي. هذه قضية مهمة جدا للكونغرس. توجيههم للاندماج في حكومة سورية جديدة أمر في غاية الأهمية. شو معنى هذا الكلام؟ رح نرجع له هلا. يجب أن تكون توقعات الجميع معقولة، يعني هو يقول له يجب أن تكون يعني توقعات الأتراك والإعلاميين تبعهم وكذا تكون معقولة. يعني الرئيس ترامب والرئيس أردوغان حققا أمرا رائعا حينما أعطوا فرصة لهذا النظام الجديد. تقلصت القواعد العسكرية الأمريكية من 8 إلى قاعدة واحدة في النهاية، قاعدة كبيرة طبعا. يقول: نعيش في منطقة صعبة ولكن تركيا تديرها بشكل مذهل. هناك توتر كبير بين إسرائيل وتركيا في سوريا. يكشف أنه في توتر كبير ما بين تركيا وسوريا. ماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة؟ هل تتواصل مع الطرفين؟ طيب هلا بدنا نرجع للأول شيء وبدنا نفسر فيه. شو بيقول له؟ الدعم المقدم لقوات سوريا الديمقراطية هو دعم حليف، يعني يعتبر قوات سوريا الديمقراطية، هذا كلام السفير الأمريكي مو كلامي أنا مشان تعرفوا. يقول: الدعم المقدم لقوات سوريا الديمقراطية هو دعم مقدم لحليف، وهذه قضية مهمة جدا للكونغرس. طبعا نحن شرحنا قبل القضايا الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية يتحكم فيها الكونغرس الأمريكي، والقضايا التي تكون تكتيكية يتحكم فيها من؟ دائما تكون بيد الرئيس والبنتاغون، دائما تكون في يد الرئيس والبنتاغون. وعندما يقول سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا في أنقرة هذا الكلام هو ممثل رسمي للولايات المتحدة الأمريكية وهو كلام الرئيس. يقول: الدعم المقدم لقوات سوريا الديمقراطية هو دعم حليف. هذه القضية مهمة جدا للكونغرس الأمريكي. توجيههم للاندماج في حكومة سورية جديدة أمر في غاية الأهمية. طيب شو معنى الاندماج هنا؟ شو معنى الاندماج؟ يعني الاندماج تفسيره الواضح بأنه تنضم قوات سوريا الديمقراطية وتكون جزء من الجيش السوري الجديد اللي راح يتشكل على شكل كتلة، وليس على شكل كما يروج الإعلام التركي والسوركي والسوريين، يعني اللي محسوبين على الطرف الآخر أنه كأفراد، وهذا شيء من سابع المستحيلات ولا يمكن أبدا، ولا يمكن أبدا. فعملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية راح تكون مع الجيش السوري أنه يصبح هو جزء من الجيش السوري لكن يحافظ على كيانه وشكله. واليوم هكان فيدان قال بكل وضوح، أيضا هكان فيدان قال بكل وضوح، فكلمة الاندماج اللي ذكرها هكان فيدان تعني اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري الجديد. ولا اللغة العربية أو اللغة كان المفروض يقولوا حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها مع الجيش السوري. وهاي اللعب على الألفاظ اللي بيتم بالإعلام بشكل كبير جدا، وما بيهمنا الإعلام ولا بيهمنا الحرب الخاصة اللي تديرها دائرة الحرب الخاصة للمخابرات التركية. مشان تعرفوا الأتراك موافقين على كل شيء. منتهي هذا الموضوع على فكرة. اللي بيماطل الآن نوعا ما أنه تدخل قوات سوريا الديمقراطية هو أحمد الشرع نفسه. ليش؟ لأنه دخولها راح يسبب له إحراج في الداخل. هو ما متماسك، لسه ما متماسك في مقاتلين أجانب، في جيش وطني، في فصائل عديدة، في فصائل الجهادية.
اللي قاتلت قوات سوريا الديمقراطية لفترة طويلة، فمن الصعب جدا على أحمد الشرع تبيان هذا الأمر بشكل واضح الآن في الوقت الحالي، لحتى يتمكن أكثر وتزداد قوته، ووقتها راح يعلن بشكل واضح عن كل هاي الأمور. طبعا وجود قوات سوريا الديمقراطية ككتلة، شو يعني من المفهوم السياسي؟ لأنه كل شيء له مفهوم سياسي، يعني أنه هناك إدارة ذاتية راح تكون موجودة في شرق الفرات، وهي اللي قوات سوريا الديمقراطية التي ستقوم بحماية تلك الإدارة اللي موجودة. قوات سوريا الديمقراطية هي التي ستكون درع الحماية للإدارة الذاتية اللي موجودة، وهذا موافق عليه أحمد الشرع قبل أنه يجي ويستلم الكرسي في دمشق. وهذا الشرط الأساسي بالنسبة له حتى يستلم الحكم في سوريا، حتى يستلم الحكم في سوريا. هذا حقيقة وواقع. طبعا كل اللي بيطلعوا الآن ومصدعين الخميس والأربعاء والجمعة والسبت وكذا، وكل ما حد بيطلع بكيفه 24 ساعة وإلى الصباح، ما راح يضل قصد. هؤلاء كلياتهم موهومين ومضحوك عليهم بالأساس من المخابرات التركية، ومضحوك عليهم من السوريين ومن كل، حتى أحمد الشرع نفسه، حتى أحمد الشرع نفسه. قوات سوريا الديمقراطية أمر واقع بقرار دولي، بقرار دولي لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال، وهي الضامن لسوريا كلياته. هذا مشان نعرف. الشيء الآخر سيعتمد عليها أحمد الشرع بعد فترة أيضا، وراح نشوف هذا راح يطلع للعلن، لكن الآن بالوضع الحالي صعب جدا. نرجع نفسر الكلام تبعه. يقول الدعم المقدم لقوات سوريا الديمقراطية هو دعم لحليف، يعني مو دعم لمجموعات تساندوا في بعض الأمور. احنا شفنا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لفصائل عديدة على مستوى العالم، لفصائل ما كانت دول ولا ما كانت أقاليم ولا أي شيء، لكن لفصائل عديدة بالعالم. وهي ما تحدثت الدبلوماسية الأمريكية بحياتها على دعم فصائل مثل قوات سوريا الديمقراطية، اللي كانت هي بالأساس فصائل، قوات ياباكي وياباجا وجبهة الأكراد، ودخل عليها جيش الثوار، ودخل عليها كثير مجموعات وكذا، وهاي واجتمعت مع بعض وصارت قوات بالدبلوماسية الأمريكية. ما سمعت أنا بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن فصائل تدعمها، سواء كانت قبل بأفغانستان ولا غيره ولا نيروبي ولا كل جميع أنحاء العالم، على أنهم حلفاء. الدبلوماسية الأمريكية لا تتحدث إلا عن الدول كحلفاء، فتقول تركيا حليفة لنا، وتقول فرنسا حليفة لنا، وتقول ألمانيا حليفة لنا، وتقول حلفائنا مثلا في فلان مكان. وهنا لما تقول هو دعم لحليف، يعني تتعامل معه كحليف ند بالند، ولا تتعامل معه كمرتزق، مثل الجيش الوطني المرتزق عن تركيا. الجيش الوطني الموجود هو مرتزق عن تركيا، ويأخذ أوامره من قادة الأتراك، ويأخذ رواتبه من الأتراك، ويدار من الأتراك، والمخابرات التركية هي اللي بتشرف على كل شيء. فهنا الفرق الكبير انه انت ما بيتعامل معك على اساس انك مرتزق، وهم شافوا قوات سوريا الديمقراطيه فرضت نفسها ايضا، فما قالت للامريكان كل شيء رغب فيه الامريكان. انا بذكركم بحادثات حصلت او حوادث حصلت سياسيه طبعا قبل عامين تقريبا، لما كانوا يطلعوا السوريين ويصدعونا وبيقولوا لك انه الولايات المتحده الامريكيه راح تتخلى عن قسد، وراح تجيب جيش اسمه بشار، راح تجيب تدعم قوة تانية موجودة تعمل وتفعل وكذا، وهذا الكلام اللي كنا نسمعه مصدعين فيه بالفترة اللي راحت كلياتها. وين راح هذا الحكي كلياته؟ طبعا من 10 سنوات وإحنا نسمع تخلوا وراحوا وبده يجوا، وهي بس سينسحب الأمريكان وينسحب الأمريكان. هذا الهاجس اللي قاتلهم، هذا الهاجس اللي قاتل الأتراك وقاتل السوريين تبعهم، 24 ساعة ما عندهم حديث إلا قصد راح تسلم السلاح والقوات الأمريكية راح تنسحب. هذا هو الموضوع اللي ناشرينه. هو طبعا كرهم بالكرد، مو بقوات سوريا الديمقراطية. يقول هذه القضية مهمة جدا للكونغرس، توجيههم للاندماج في حكومة سوريا الجديدة أمر في غاية الأهمية، يجب أن تكون توقعات الجميع معقولة. هو يقول ردا على سؤال الصحفي، يعني انه انتم الاتراك ودولتك وهي يجب ان تكون يعني توقعاتكم معقوله،
توقعاتكم بالتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية وحلها، هذا أمر يعني خارج عن التوقعات. يجب أن تكون توقعات الجميع معقولة. الرئيس ترامب والرئيس أردوغان حققا أمرا رائعا حينما أعطوا فرصة لهذا النظام الجديد، يعني اثنيناتهم أعطوا فرصة للنظام الجديد اللي موجود اللي هو أحمد الشرع، وهي فرصة رائعة له ليثبت نفسه. هل سينجح في فرصته الرائعة؟ لا أعتقد طبعا على المستوى الشخصي. تقلصت القواعد العسكرية الأمريكية من 8 إلى قاعدة واحدة في النهاية، يعني تقلصت القواعد الأمريكية اللي موجودة في شرق الفرات إلى قاعدة واحدة. طبعا بنوا قاعدتين ضخمتين جدا، واحدة في 6 تشرين وواحدة الثانية اللي موجودة على في منطقة الرقة، وراح يبقى فيها القواعد الأمريكية كلها في تلك المنطقة. طيب، هنا في تصريح مهم للغاية: نعيش في منطقة صعبة ولكن تركيا تديرها بشكل مذهل. هنا يقول هناك توتر كبير بين إسرائيل وتركيا في سوريا. ماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة؟ هل تتواصل مع الطرفين؟ هو يقول الصحفي يسأل السفير باراك أنه هناك توتر كبير بين إسرائيل وتركيا. طيب، سؤال أنا بطرحه لمتابعيني: اجتمع الأتراك والإسرائيليين في أذربيجان، صح ولا لا؟ ومحادثات طويلة استمرت أسبوع أسبوعين. خلصت تلك المحادثات، طلع الأتراك وطلع كل العالم والصحفيين قالوا أنه اتفقوا على قواعد الاشتباك، اتفقوا على أنه ما يضربوا بعض، اتفقوا كذا، إلا الشخص الوحيد اللي قال لكم أنه الاتفاق فشل. والإسرائيليين أملوا على الأتراك إملاء أنه أنت بدك تسوي هيك وهيك، غير هيك ما في. مين هذا الحكي؟ الشخص اللي حكى لكم هذا الحكي، مو أنا اللي قلت لكم هذا. طيب، هل هذا السؤال ألا يعني أنه أساسا الاتفاق فشل؟ ولا ليش يسأل السؤال هذا إذا كان فعلا في اتفاق؟ ما بينسأل السؤال هذا، صح ولا لا؟ معناته لسه في توتر بينهم وبين الأتراك، ولسه في مشاكل وما انحلت القضية، صح ولا لا؟ وأنا بقول لكم ما انحلت القضية بين الأتراك والإسرائيليين أبدا، ولم يتنازل الإسرائيليين قيد أنملة للأتراك مشان تعرفوا. قالوا لهم احنا رايحين ونشوف راح تنسحبوا انتم من سوريا ولا ما راح تنسحبوا. بالمشار معي، بقول لكم اياه بالمشار معي. طيب، إذا كان الأتراك والإسرائيليين اتفقوا، إيش معنات الضربات هاي اللي بتضربها إسرائيل كل يومين والثالث؟ مو المفروض إنه تركيا ضمنت لإسرائيل إنه خلاص ما حدا يقرب منك وانتهى الموضوع وأحمد الشرع عندنا وخلاص والكتائب كلها عندنا، ويطلع وزارة الدفاع الإسرائيلية امبارح والموساد تتحدث فيها بشكل واضح وصريح عن الكتائب التركية اللي تدعمها تركيا، صح ولا لا؟ امبارح ما طلع البيان لمن حفلة الضرب اللي كانت موجودة على الشمال السوري؟ إذن مطلب إسرائيل واضح وصريح بحل الفصائل تبعات الجيش الوطني، وتعتبر الفصائل هاي أخطر من تنظيم القاعدة نفسه. برجع بكررها: إسرائيل تعتبر الكتائب الجيش الوطني التابعة لتركيا هي أخطر من تنظيم القاعدة وكتائب تنظيم القاعدة والمقاتلين الأجانب. ومبارح طلع تصريحات واضحة وصريحة منهم. إذن هذا يدل على إيش؟ أنه لا توجد اتفاقات، وهذا يؤيد كلامي السابق قبل أسابيع أنه فشل الاتفاق ما بين الاثنين، وإسرائيل ما تنازلت نهائيا وأملت على تركيا كل طلباتها، والأتراك مضطرين يوافقوا عليها، ما عندهم حلول أخرى لأنه رح تنضرب القواعد التركية. ومن وقتها لم يحاول الأتراك بناء قاعدة عسكرية في سوريا أبدا. كل الكلام اللي شفته كان كلام مخابراتي، ولا قاعدة الطيفور، ولا تدمر، ولا ما بعرف فين، ولا ما بعرف فين. مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية وين دخلت؟ لما الأتراك كانوا يحاولوا يعملوا في البادية السورية قاعدة، مين اللي قصفها؟ قصفها إسرائيل. مين اللي دخل بعدها؟ دخلت الولايات المتحدة الأمريكية وقصت مباشرة على تلك القواعد، وبعدين قالوا جيش التنف، جيش الثوار أيضا دخل على تلك المناطق. هذا يدعم، نعم في حمص، هذا يدعم كلامي اللي حكيت لكم إياه قبل فترة طويلة. طيب، هناك توتر كبير بين إسرائيل وتركيا في سوريا. ماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة؟ هل تتواصلون مع الطرفين؟ الصحفي يسأل السفير الأمريكي، يقول: أولا، تركيا كانت من أول الدول التي اعترفت بإسرائيل. هو يقول تركيا كانت أول دولة تعترف بإسرائيل فعلا،
والقول بوجود نزاع ديني غير صحيح تماما. لا في نزاع ديني لا في نزاع ديني. ما دامك قلت هذا الكلام اللي ما سألت عنه أنت بالأساس، معناته في نزاع ديني. ليش تنفي شيء لم تسأل عنه؟ بعلم السياسة عندما تنفي شيء لم تسأل عنه معناته ذاك الشيء موجود، فأنت نفيته حتى تلطف في الأجواء ما بين الاثنين. وهذا اللي تعلمته أنا خلال السنوات الطويلة جدا. أنت ما سألت هذا السؤال، فليش تنفي شيء لم تسأل عنه؟ طيب، النزاع ليس دينيا بل يتعلق بالأمن والمياه. المياه تركيا وإسرائيل وما بيعدهم حدود ومياه. مين جاب لكم الحرب على المياه وتحدث لكم عن نهر الفرات وطموح إسرائيل إنه توصل لنهر الفرات ومعبر داود وتاخذ المياه؟ مين اللي جاب هذا الموضوع قبل شهور؟ بكل تواضع طبعا، أنا بكل تواضع بقوله. شفتوا شيء دبلوماسي أو غير هالمرة السفير الأمريكي بيحكي هذا الكلام جاب سيرة المواضيع هاي؟ غيري طبعا، أنا غيري، أو على الإعلام أو بأي مكان آخر سمعتوا هذا الكلام؟ طيب، بل النزاع ليس دينيا بل يتعلق بالأمن والمياه والحدود منذ عام 1948. شو مناسبة عام 1948؟ شو مناسبة عام 1948؟ شو صار بعام 1948؟ أعلنت إسرائيل بأنها دولة وقتها، وصارت الإشكاليات على الحدود، لأنه حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل، وحصلت مناوشات في هذا الموضوع، أنه لا هاي إلنا، هاي إلك، وهاي إلي، وهاي إلك. إذن يلمح السفير باراك إلى أنه هناك صراع ما بين إسرائيل وتركيا على المشروعين، المشروع الملي اللي تركيا حابة تواصله، والصراع الإسرائيلي على إيش؟ مملكة داود اللي تحدثت عنها طويلا، اللي هي مشروع الإبراهيمي اللي بده يتطبق على المنطقة. واسم معابر داود أو معبر ديفيد اللي أخذته، وأول شخص طلع قبل سنوات طويلة جدا وشرحت لكم إياه بالخرائط، أخذته من مملكة داود القديمة. طيب خلينا نكمل هنا. غير صحيح تماما، النزاع ليس دينيا بل يتعلق بالأمن والمياه والحدود منذ عام 1948 وعام 1967 وحروب الأيام الستة. مين ذكر هاي؟ طيب، هناك نقص في الثقة بين الطرفين. يقول السفير الأمريكي أن الإسرائيليين لا يثقون بالأتراك والأتراك لا يثقون بالإسرائيليين، فهناك أزمة ثقة ما بين الاثنين. وهذا ينطبق، شوف دخل مين الآن، وهذا ينطبق على الدروز أيضا الذين هم سوريون. أيضا الدروز لا يثقون بالأتراك أو حلفاء الأتراك، وهنا الدروز مهمين بالنسبة لإسرائيل. طيب، يعني لم تقبل فيهم إسرائيل نهائيا بالتانيين، لا بأحمد الشرع ولا بحكومته ولا بالكتائب التركية الموجودة. الحوار بين تركيا وإسرائيل يشابه الحوار بين تركيا ووحدات حماية الشعب. هذا شيء كبير جدا وعملاق حقيقة. يعني الحوار اللي موجود ما بين تركيا وإسرائيل، العداء اللي موجود ما بين تركيا وإسرائيل هو مشابه للعداء اللي موجود ما بين وحدات حماية الشعب وتركيا. طيب، نحن العداء الموجود ما بين وحدات حماية الشعب وما بين الأتراك هو شلون العداء هذا؟ عداء وجود، عداء وجود. إذن العداء اللي موجود ما بين إسرائيل وتركيا هو عداء وجود، نعم هو عداء وجود. إذا تمكن الأتراك من سوريا سيقضون على دولة إسرائيل وطموحهم القضاء على دولة إسرائيل. وإذا سيطرت إسرائيل أيضا على سوريا وتمكنت منها،
هو يهدد الوجود التركي أو تركيا كدولة. لذلك شفنا الأساس الأتراك دائما بيطلعوا إسرائيل بدها تقسمنا، إسرائيل بدها تقسمنا. ليش كانت الخطابات اللي تطلع من عندهم كلياتها، والشعب الكردي كثير منه ما عم بيفهم شو يعني إسرائيل بدهم تقسمنا وكذا، وبيعتبروها بروباغندا. هي مو بروباغندا، هذا على لسان السفير الأمريكي. تركيا هنا تلعب دورا حيويا في إقناع العالم بأن إسرائيل لا تسعى لضم الأراضي السورية. وتركيا هنا تلعب دورا حيويا في إقناع العالم بأن إسرائيل لا تسعى لضم الأراضي السورية، وتركيا ليس مهتمة بالأراضي السورية. هذول الأتراك هيك بيوهموا العالم. أمامنا فرصة جديدة للتعاون الاقتصادي، يقول، مع الشركات التركية ورأس المال الخليجي والإبداع الإسرائيلي. ويقول السفير الأمريكي أن هناك فرصة كبيرة بالنسبة لنا للتعاون الاقتصادي بين الشركات التركية ورأس مال خليجي والإبداع الإسرائيلي، يعني العقول الإسرائيلية. طبعا هون حتى دول الخليج ما بتقبل أبدا أنه تتعاون مع الأتراك. أكبر تهديد لدول الخليج هي حركة إخوان المسلمين والأتراك تحديدا. طبعا أنا بدي أعود للتاريخ كثير في الأيام القليلة القادمة لأتحدث عن الأتراك ودول الخليج، وخصوصا المملكة العربية السعودية، والخطورة اللي كانوا العثمانيين بيحاولوا بيقضوا على دول الخليج. وحدثت حوادث كثيرة جدا في التاريخ رح نرجع لها، لكن الآن هو ليس محور الحديث. يقول أمامنا فرصة جديدة للتعاون الاقتصادي مع الشركات التركية ورأس المال الخليجي والإبداع الإسرائيلي. كل هذه الحدود تعود لاتفاقيات قديمة فشلت في المنطقة. يقول كل هذه الحدود الموجودة، حدود سوريا، حدود إسرائيل، حدود هاي الدول، كلها اتفاقيات قديمة. اتفاقيات قديمة هنا يلمح لسايكس بيكو طبعا أنه هاي الاتفاقيات طيب فشلت، والآن أصبح وقت التفاوض والتفاهم. شو المقصد بهذا الكلام؟ طيب إذا كل الاتفاقيات القديمة اللي رسمت حدود هذه الدول كانت فاشلة، أليس من المفروض أنه يعيدوا رسم تلك الدول أو الخرائط مرة أخرى بشكل يضمن لشعوب المنطقة كلها ويكون بشكل صح حسب هو تعبيره؟ طيب نحن نعيش في منطقة صعبة جدا بها تحديات متعددة. تركيا تتعامل مع هذا الواقع بشكل مذهل. هناك علاقات مع اليونان، قبرص، إيران، روسيا، أوكرانيا، أرمينيا، أذربيجان، مصر، دول الخليج، روسيا والصين. تركيا تتقدم رغم كل هذه التحديات. هذا كلام إنشائي عادي جدا يعني طبعا كل المجاور لتركيا كله أعداء، حتى الصين أعداء تركيا على فكرة، مشان تعرفوها، بقضية الأوغور ودعم الأوغور ودعم التركستاني والمواضيع هاي. لكن المسائل الاقتصادية ما لها علاقة، في علاقات اقتصادية. العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية مختلفة تماما. يعني حتى نحن بنعرف حتى اليهود والمسلمين بيتاجروا مع بعض. الدول العالمية اللي هي أعداء لبعض وبحروب مع بعض وكذا بتتاجر مع بعض. هاي ما لها علاقة بالأمور السياسية والطموحات السياسية في المنطقة كلها. هناك مجازر لا معنى لها في غزة، يقول الصحفي. بعد هجوم حماس هناك رد إسرائيلي غير متناسب أدى إلى دمار رهيب في غزة مع الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ الصحفي يقول عفوا، بعد هجوم حماس هناك رد إسرائيلي غير، يعني هون الصحفي التركي يعترف بأنه حركة حماس هي المعتدية، بقوله بعد هجوم حماس هناك رد إسرائيلي غير متناسب أدى إلى دمار رهيب في غزة. شو يعني غير متناسب؟ يعني مثلا لازم أضربوا صواريخ بلاستيكية، يعني مثلا ناس هجموا عليك وشنوا عليك حرب وأخذوا أسرى. وهنا أنا بتحدث بالمفهوم السياسي لا العاطفي، أنا مع مين ومع هذا الطرف ولا ذاك الطرف. فسؤال الصحفي هو سؤال غبي. ناس تعرضت للقتل وللمجازر وتم اختطاف ناس كتير وكذا، وشفتوا انتوا الصور اللي طلعت. يعني بدك إسرائيل تتعامل معاهم تعامل إنساني؟ بس كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ هل ستؤدي إلى حل دولتين؟ شلون دولتين طيب بدها تحل؟ يعني دولة غزة ودولة إسرائيل بدها تصير، يعني هاي المشكلة كلها راح تؤدي إلى حل الدولتين؟ لا، راح تؤدي إلى احتلال إسرائيل لغزة كلها وانهاء شعبها حقيقة. هاي
يقول لك السفير جوابه: لا أستطيع التحدث نيابة عن الإدارة، لكن يمكنني التحدث نيابة عن الشعب الأمريكي. هلا هذا الحكي كله فاضي صار حقه فرانك. هذا الحكي كله صار حقه فرانك، وهذا رأيه الشخصي كشعب أمريكي، ما هو رأي الإدارة. هناك مجازر لا معنى لها تحدث في غزة، وهذا أمر مروع للجميع. حماس مسؤولة عن ما فعلته، هو يقول، لكن الفلسطينيين ليسوا حماس، مو كل الفلسطينيين حماس. التفريق بينهما معقد لكنه ضروري لإنهاء الأزمة. الرئيس ترامب وفريقه يبذلون جهود كبيرة لتوحيد الأطراف والتوصل إلى حل. هذه المشكلة عمرها ما يقارب من 100 عام، ولن تحل بين ليلة وضحاها، وهناك الكثير من القتل. من الصعب التوصل إلى حل، سواء حل الدولتين أو حل دائم. الجميع بما فيهم إسرائيل يجب أن يتفقوا على نوع جديد من العلاقات. نحن نعمل على حوار في تركيا. الهجوم الأخير كان هجوما تكتيكيا ربما له أهداف مختلفة. ترامب يقول أن إذا لم تريدوا نهاية للوفيات العبثية فلا تثقوا بنا طويلا، لأن أمريكا لم تعد داعمة للعالمية أو الفكر نيوكون عفوا. نحن نريد السلام والازدهار والتفاهم. ترامب يريد علاقات مختلفة. الصحفي: كيف تصف العلاقات التركية الأمريكية الآن؟ في شهادتك أمام مجلس الشيوخ قلت أن تركيا شريك قيم في الناتو، لكننا لم نسمع منذ فترة طويلة عن علاقات استراتيجية. الصحفي بيقول له أنه إحنا سمعنا أنت كنت تقول قدام الكونغرس الأمريكي بأنه تركيا دولة مهمة في حلف الناتو، فقط في حلف الناتو، بس ما سمعنا حدا يتحدث عن العلاقات الاستراتيجية. هذا مهم للغاية. طبعا السؤال سؤال ملغوم جدا، لأنه العلاقات الاستراتيجية هي علاقات وجود تركيا يعني بالنسبة للولايات المتحدة. هل هي مهمة على المدى البعيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولا لا؟ الساسة الأمريكيون لم يعدوا يتحدثون بأن تركيا دولة مهمة واستراتيجية بالنسبة لهم. ماذا عن مشكلات CAATSA برنامج F-35؟ يسأل الصحفي. وصواريخ S-400 الروسية. بيقول لك السفير: صراحة مشكلة S-400 معقدة. تركيا أسقطت طائرة روسية عام 2015، وبعد محاولة الانقلاب في 2016 احتاجت تركيا لأنظمة دفاع جوي. حاولت شراء صواريخ باتريوت، لكن الكونغرس وضع عقوبات، لذلك توجهت لروسيا. هذا سبب ارتباك الجميع، لأن الناتو لا يستخدم S-400 على الإطلاق. تركيا تقول: سأبني صناعات دفاعية جوية خاصة بي. طائرات TB2 التركية هي من الأفضل عالميا. هذا الصحفي: تركيا صنعت طائرات كان التي تكلف 100 مليون دولار، بينما تكلفة F-35 حوالي 85 مليون. العلاقة التي يريد ترامب بناءها مع تركيا ليست علاقات استراتيجية تقليدية أو مبنية على الأوامر الدفاعية لأوروبا، بل هي علاقات مختلفة تماما تتركز على العمليات. تركيا أصبحت لاعبا مؤثرا في المنطقة، لديهم نفوذ. نعم طبعا هذا كله هروب من السؤال الاستراتيجي، كله هروب من السؤال الاستراتيجي. مؤثرا في المنطقة، لديهم نفوذ ناعم في الخليج ونفوذ قوي محليا، وشعبها مثال للسلام المعتدل والعلمانية. هذا هو هروب. يعني ما بده يجاوب انه هل تركيا دولة، ومن الطبيعي ما راح يقول له انه تركيا لم تعد دولة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وS-400 هي أحد الأسباب الرئيسية انه تمنع تركيا بأن تكون استراتيجية وتسلم أنظمة دفاع F-35. ما بيصير عندك F-35 ونفس الوقت عندك S-400 اللي مبنية على أساس مضادة إلها، وهذا بالاستراتيجيات. فهرب من السؤال السفير، هرب من السؤال اللي ذكره الصحفي. طبعا هون تنتهي المقابلة على هذا الكلام. بعد مباشرة السفير باراك يذهب إلى إسرائيل، ويذهب أيضا مبعوث ترامب إلى إسرائيل. وطبعا أنا راح أقول لكم أنه إسرائيل راح توبخ السفير الأمريكي على التصريحات الأخيرة، خصوصا بالنسبة للأجانب الإيغور اللي حابة توصل رسالة إلى الصين
لأنه إحنا إذا أنتم دعمتم روسيا في أوكرانيا نحن سندعم اليوغور، واليوغور هذول كلياتهم راح تكون مشاريع جهادية مستقبلا اللي راح تجيكم للصين. وهي حقيقة مش هتعرفوها، وبكرة يثبت لكم التاريخ صحة ما أقوله. فمسألة دمج المقاتلين الأجانب 3500 من اليوغور والتركستاني، وحددوها بالاسم، ما حددوها مثلا كل المقاتلين الأجانب. في عندك شيشان، في عندك كافان، في عندك طاجيك، في عندك أوزبك، في عندك أشكال متعددة من جميع أنحاء العالم، لكن تم تحديد الأوغور والتركستاني بالذات. وهذا كان دق اسفين ما بين تركيا والصين. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دق اسفين ما بين الصين وتركيا بهذا الموضوع. بدي أرجع أعيد كلام مهم وخطير للغاية، وأتمنى كل الناس تاخذوا حلقة، فإيش ما تسمع من اليوم ورايح تشيله وتحطه بكيس وترميه بأقرب سلة مهملات سياسية. ما جاء أحمد الشرع إلى الحكم في سوريا إلا هو موافق على كل شروط إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ممنوع الاقتراب من قسد، ممنوع محاربة قسد، ممنوع الاقتراب من الإدارة الذاتية، ممنوع الاقتراب من الدروز، ممنوع الاقتراب من الساحل السوري أيضا، واخترق، وتم اختراق هذا. وبرجع بقول لكم إياه أنه لعبة صح، أنه دخلوا كتائب الجيش الوطني إلى الساحل السوري، فلذلك تم وضعهم في قوائم الإرهاب. وهذا كانت لعبة مخابراتية بريطانية أمريكية على الكتائب اللي كانت تسمى بالجيش الوطني لحتى يخلص منها أحمد الشرع. الآن بدأت حلحلة هذه الكتائب. أنا اليوم وامبارح وأولت امبارح عم بشوف بالأخبار والصفحات تبعيتهم عناصر أبو عمشة إلى الآن ما استلموا رواتب من 5 أشهر حسب صفحاتهم. بيقول لك عيد ومنحة العيد وكذا، وعناصر الحمزات نفس الشيء، وكتاب الجيش الوطني كلياتها. هذا ليخلوه تتفكك، حتى يخلوه تتفكك، وقسم كتير منه اللي بيناسب الأمن العام راح ياخذوا، القسم الثاني بده يحط سلاح وينتهي هذا الموضوع. تصريح للموساد الإسرائيلي امبارح ووزارة الدفاع الإسرائيلية كان واضح، اتهم في الكتائب المرتبطة بتركيا بقصف الجنوب السوري، وحقيقة هو صح. اتهم الكتائب المرتبطة بالمخابرات التركية بقصف الجولان امبارح، وهو كلام صحيح فعلا. وهم نفسهم اللي أحرجوا أحمد الشرع في الساحل. يعني لما راحوا على الساحل بدل ما يقاتلوا الفلول قتلوا كل الناس وعملوا فظائع وجريمة تطهير عرقي. 60,000 من الأخوة العلويين إلى الآن مفقودين. 60,000 ما هو رقم صغير. طبعا في تصريح مهم جدا، المبعوث الأمريكي إلى سوريا يلتقي نتنياهو في القدس ويؤكد رؤية ترامب لمستقبل سوريا. هلا ناشرة. أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أنه التقى اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس. شوف، قبل ما أقرأ لكم إياه امبارح ما قلت لكم إذا اعترضت إسرائيل على دمج الأجانب مع أحمد الشرع شو بده يصير؟ لأنه إسرائيل هي لها الكلمة العليا في المنطقة كلياتها، صح ولا لا؟ بتتذكروا امبارح، ارجعوا على اليوتيوب راح تلاقوا الحلقة تبعيت امبارح مرقت الجملة هاي تمريق. لسه ما قريتها بس راح أقرأ لكم إياه. إنه إسرائيل إذا اعترضت على أي شيء في سوريا لن يتم. خلونا نقرأ نشوف شو راح يقول. أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أنه التقى اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، حيث بحثنا الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية الأوسع. وين الإقليمية الأوسع يقصدون فيها؟ أتمنى من الأخوة تشاركني. طيب، تتذكروا قبل 4-5 أيام حلقة وعلى وين أنا قدمت؟ العراق. العراق. هل العراق صح ولا لا؟ وأوضح باراك أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتصور مستقبلا لسوريا لا تستخدم فيه الأراضي السورية كمنصة من قبل أي دولة ثالثة. طيب مين الدولة الثالثة هاي؟
شفتوا تصريحات السياسية. مين الدولة الثالثة؟ ما في غير تركيا، أكيد مو إسرائيل. أكيد ما أكد مع باراك ومع نتنياهو على أنه دولة ثالثة تتدخل في سوريا. وين في دولة ثالثة تتدخل في سوريا؟ ما في غير أمريكا وإسرائيل، صح ولا لا؟ في غير تركيا. إذن أعطاهم التعليمات بشكل واضح وصريح نتنياهو بأنه لن يقبل، ودولة إسرائيل لن تقبل أي تدخل تركي في سوريا أو بناء قواعد. طبعا إيران وكل الدول الثانية دولة ثالثة، يعني مشمول كل الدول، هنا مشمول كل الدول. دولة ثالثة مشمول كل الدول. في دولتين عندنا، إسرائيل وأمريكا، وفي دولة ثالثة لن تسمح لأي دولة ثالثة بالتدخل. أنتوا فهمتوا التصريح ولا ما فهمتوا التصريح؟ هم أمريكا وإسرائيل اجتمعوا فيقول لك ممنوع أي دولة ثالثة تكون متواجدة على أرض سوريا. معناته مين المسموح لهم؟ بس إسرائيل وأمريكا، لأنه هم الاثنين اللي موجودين. دولة ثالثة كلها تركيا، روسيا، إيران، كله، بس المشمول والحديث هو الأساس على تركيا. سياق بهذا الموضوع. وأوضح باراك أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتصور مستقبلا لسوريا لا تستخدم في الأراضي السورية كمنصة من قبل أي دولة ثالثة. يعني دولتين بيصير، إسرائيل بيصير وأمريكا بيصير، بس دولة ثالثة ما بيصير. مين ما يكون، أو جهة غير حكومية لتهديد جيران سوريا. يعني حتى كتائب أو مجموعات موجودة داخل سوريا تهدد أمن إسرائيل أو تهدد، ممنوع. فهمتوا؟ مو بس حكومات، المهم بما في ذلك إسرائيل من المهم. هو قصده على إسرائيل بالأساس، الجيش الوطني طبعا، لأنه اقترب بضغط أمريكي هائل جدا الآن على الأتراك، وضغط إسرائيلي بحل كتائب الجيش الوطني اللي كانت موجودة، حلها حتى مسألة دمجها ما بيقبلوا فيه. وبدليل وضع قادة الجيش الوطني الرئيسيين أبو عمشة وسيف أبو بكر، ومين كان الثاني نسيت اسمائهم لأنه هذول الزبالة ما بحفظ اسمائهم صراحة، بقول لكم إياه. تم وضعهم في قوائم الإرهاب الأوروبية كتمهيد، كبداية، كمساعدة لأحمد الشرع لإبعادهم عن الساحة العسكرية والسياسية. وهذا طلب إسرائيلي. بهيم عيسى، نعم بهيم عيسى، وهذا طلب. طبعا كل الناس اللي بتشوف الأغبياء ما بيفهموا هذا الكلام، ما بيدوروا لهم أبدا في أدمغتهم. أنا بربط تصريح بسيط لوزارة الدفاع الأمريكية امبارح، جمل بجيب كلمات، عفوا بجيب منها أخبار اللي بعرفه. اليوم ربطت بهذا الموضوع. إذن هو يتحدث عن دول وعن تنظيمات كلها ممنوع تكون موجود. إذن سوريا ذاهبة إلى أين؟ ذاهبة إلى إنهاء الحالة الفصائلية بشكل كامل. كل الفصائل الموجودة يجب أن تحل باستثناء قوات سوريا الديمقراطية اللي هو أساسا قال عليها هي إيش؟ هي حليف استراتيجي بالنسبة لنا. قوات سوريا الديمقراطية ما بتهدد حدود حدا حقيقة. برجع بعيد الكلام هام للغاية. ما أتى أحمد الشرع على سدة الحكم في دمشق إلا وهو موافق على كل هذا اللي بتشوفه. وهو أساسا هو إيش قلنا لكم؟ قلنا لكم هو عميل بريطاني كشخصه. تنظيمات الجهادية نعم موجودة. الأمر ليس سهل بأنه يخلص من هؤلاء كلياتهم وينفذ تقسيم سوريا إلى اللامركزية بأي شكل، فيدرالي مو فيدرالي، هذا أمر راح نشوفه في المستقبل القريب. لكن أنا أعتقد أنه فيدرالي. ليش؟ هذا راح أتحدث فيه خلال الأيام القليلة القادمة بشكل موسع أكثر. طبعا كان في بعض التصريحات أيضا الهامة المتعلقة بالموضوع.
طبعا في خبر هام للغاية جدا، تم ترشيح نائب الأدميرال براد كوبر لتولي القيادة المركزية الأمريكية منطقة الشرق الأوسط، خلفا للجنرال مايك إيغريلا أو غوريلا كما يسمونه، الذي من المتوقع أن يتقاعد في هذا الصيف، صيف 2025، يعني الشهر الجاي اللي بعده. إيريك غوريلا الذي من المتوقع أن يتقاعد في هذا الصيف 2025. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغث عن هذا الترشيح، ويحتاج إلى موافقة الرئيس دونالد ترامب وتصديق مجلس الشيوخ الأمريكي ليصبح ساريا. يتمتع الأدميرال كوبر بخبرة واسعة في المنطقة، حيث شغل سابقا منصب قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة في البحرين. خلال فترة خدمته قاد عمليات بحرية متعددة لمواجهة الأنشطة الإيرانية والحوثية، بما في ذلك عملية حارس الازدهار وعملية بوسيدو أرتشار في البحر الأحمر. منذ فبراير 2024 يشغل كوبر منصب نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، مما يجعله مرشحا طبيعيا لتولي القيادة العليا. ينظر إلى ترشحه على أنه يعكس تركيزا متزايدا على التحديات البحرية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوترات المستمرة في البحر الأحمر والخليج العربي. لم يتم بعد تحديد موعد جلسة للتصديق في مجلس الشيوخ، لكن من المتوقع أن تتم قبل تقاعد الجنرال غوريلا في الصيف. تجدر الإشارة إلى أن هذا الترشيح يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي ليصبح ساريا. هذا لازم يمر على مجلس الشيوخ لحتى يكون. طبعا صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس فلاديمير بوتين، وأضاف الرئيس التركي الرئيس الأمريكي ترامب أن بوتين أكد مجددا الوعود السابقة التي قطعها وهو كبار صناع القرار الروس بالرد على ضربات الأوكرانية الأخيرة بطائرات مسيرة على قواعد جوية تضم قاذفات استراتيجية روسية. كما أشار ترامب إلى أن المحادثة وإن كانت سارت على ما يرام إلا أنها لن تؤدي إلى سلام فوري. بالإضافة إلى ذلك ناقش الزعيمان الملف الإيراني والمفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي. ومن الجدير بالذكر أن ترامب أعرب أيضا عن اعتقاده بأن بوتين متفق على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. هذا تغير كبير في سياسة روسيا تجاه إيران. تجدر الإشارة أن وزارة الخارجية الروسية لم تصدر بيان بشأن المكالمة بعد، وهذا يدل أنه مثل ما قلنا لكم ستضحي روسيا بإيران. الولايات المتحدة تستخدم حق النقد ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة. طيب الولايات المتحدة الأمريكية مش من شوي كنا نسمع أنه لازم يتوقف الحرب ولازم كذا ولازم كذا ولازم هذا. شلون تستخدم حق النقد الفيتو بقرار أنه لازم توقف الحرب في غزة، مو محاربة إسرائيل، لا لازم توقف الحرب في غزة. رأسا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو، وصوت 14 عضو في مجلس الأمن الدولي صالح مشروع القرار القاضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في حين اعترضت واشنطن. هذا شو بيعطيكم؟ أي شيء يمس إسرائيل من بعيد من قريب من أي مكان، إيش بده إياه إسرائيل هو اللي راح يتم في المنطقة كلها. ومستحيل استصدار أي قرار من مجلس الأمن ضد إسرائيل، مستحيل. فالبدو يا نتنياهو بده يصير حتى على الأراضي السورية وفي كل مكان. طبعا في مصيبة كبيرة جدا أيضا كشفتها صحيفة إسرائيلية وأنا نشرتها في شبكة سوريا مباشر قبل كم ساعة. المرشح لتولي جهاز الشباك يقوم بجولة سرية في ضواحي دمشق استعدادا لتوليه المنصب.
رئيس المخابرات الإسرائيلية الجديد قبل ما يستلم المنصب يعمل جولة في دمشق، طبعا من صحيفة إسرائيلية، وناشر لكم أنا الصحيفة والمقالة فيها كاملة. أفاد تقرير نشرته موقع إسرائيل اليوم بأن اللواء في الجيش الإسرائيلي دافيد زيني المرشح لتولي رئاسة الجهاز الأمن العام الشبك قام بجولة سرية في سوريا استعدادا لتولي المنصب. تضيف الصحيفة: دخل زيني سرا مع جنود إلى مناطق في ضواحي دمشق حيث تعمل قوات الجيش الإسرائيلي لكنها لا تعتبر رسمية على الأراضي المحتلة. ضواحي دمشق، الجيش الإسرائيلي موجود في ضواحي دمشق. تشمل هذه المناطق مواقع شهدت مؤخرا أحداث تتعلق بالمجازر ضد الدروز، بالإضافة إلى إنشاء منشآت طبية يعالج فيها الجيش الإسرائيلي الجرحى. يعني جرمانة؟ معقول؟ وين ضواحي دمشق غير جرمانة في مناطق الدروز؟ يعني معناته الجيش الإسرائيلي موجود ولكن مش بصفة غير رسمية في جرمانة في دمشق. يعني صحناية وجرمانة، صح ولا لا؟ هاي الصحيفة الإسرائيلية أنا مالي دخل، فوتوا عليه والموقع موجود وكله موجود ومكتوب كله بالعبري، وأنا ترجمت اللغة العربية. طبعا أنا ما بعرف عبري عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا دخل زيني سرا مع الجنود إلى مناطق في ضواحي دمشق. رئيس الشباك الإسرائيلي هو رئيس كل أجهزة المخابرات اللي موجودة، الشنفين، الموساد، كل الأجهزة اللي موجودة، اسمه جهاز واحد اسمه الشباك. دخل إلى دمشق وعمل جولة في ضواحي دمشق وزار قواته اللي موجودة في ضواحي دمشق، اللي موجودة بشكل غير رسمي غير معلن. تشمل هذه المناطق مواقع شهدت مؤخرا أحداثا تتعلق بمجزرة ضد الدروز، بالإضافة إلى إنشاء منشآت طبية يعالج فيها الجيش الإسرائيلي الجرحى، جرحى الدروز يعني. طبعا تتابع الصحيفة: الجيش الإسرائيلي في سباق استعداد لشتاء أكثر تحديا مما عرفوه منذ عام 1967 في حرمون الإسرائيلية. استعدادات الجيش الإسرائيلي الآن هي الأكثر استعدادا من عام 1967 لما دخلت حالة الاستنفار، تستعد للشتاء القادم. قال الرائد احتياطي تي قائد الوحدة: نحن نصنع التاريخ هنا في دمشق. يعني يقول قبل أشهر كان التواجد في تاج حرمون على بعد 20 كيلومتر من دمشق حلما. يقول كان حلم لنا أن نوصل لدمشق قبل فترة. هذا مكان استراتيجي لأمن الدولة. طبعا يحاولوا يلزقوا تهمة قصف اللي حصل امبارح من بعض الكتائب المنفلتة اللي محسوبة على الأتراك بأنهم كتائب تابعة لإيران. بيروج الآن الأبواق والمخابرات التركية بأنه تلك الكتائب اللي قصفت الجولان امبارح هي كتائب إيرانية، وهذا كذب. هذا كذب. هي كانت كتائب التركمانية أو الكتائب التابعة للجيش الوطني.